مش بس نهاية الحب، دي نهاية للدور اللي كنتوا بتلعبوه مع بعض. وتبدأ المرحلة الأخيرة في العلاقة، ويبدأ الشخص بقى عنده وعي أكتر، وعرف إن مش كل حب بيبقى هو حب فعلا، ممكن يكون احتياج. وتبدأ المرحلة الأخيرة في العلاقة وهي مرحلة الوعي. في طرف من الأطراف فهم وبقى عنده وعي إن مش كل حب بنسميه حب يبقى هو حب، ممكن يكون احتياج. ومش كل نهاية لازم تنتهي زي ما أنا عايز، ممكن تسيب شخص علشان خاطر انت تعرف تكمل في الحياة وهو كمان يعرف يكمل حياته. ومش كل علاقة لازم تنتهي النهاية اللي انت عايزها، ممكن تسيب نفسك علشان تلاقي نفسك، وتسيبه علشان يلاقي نفسه. وتقدر تقول كده بقى ان دي مراحل تكوين العلاقة. وتعالى اما اقولها لك في خلاصة كده سريعة. انبهار يخليك شايف اللي قدامك ملاك ما بيغلطش ولا غلطة. تاني مرحلة تندمج وتنسى نفسك في العلاقة علشان تكسبه. تصحى بعد كده على أسئلة ملهاش إجابة، وكأنك كنت نايم وصحيت. هو بيحبني زي ما أنا ما بحبه؟ هو بيشتاق لي زي ما أنا ما بشتاق له؟ تقعد أو تكمل بس وانت واعي. اسأل نفسك أنا في أي مرحلة في دول، ولو فضلت ماشي كده أنا رايح على فين؟ علشان لو فضلت ماشي كده زي ما انت هتفضل جوه الدايرة. أما لو كنت واعي وانت في قلب الدايرة، على الأقل مش هتتوجع كل مرة. بس كده، سلام.